الفريق المدريدي يعزز انتصاره السابق بنتيجة مثلى ليتأهل إلى المربع الذهبي، ليقابل على الأحرى هالاند وزملائه في مواجهة حماسية لا أطيق الانتظار لمعيشة أجواءها. Now, first thing I want to mention in that match it's الفرص الخطيرة التي لم تترجم لأهداف. نعم يا أخوان، مباراة الأمس كادت أن تكون أمتع وأكثر ندية لولا تلك المشكلة، ولكل مشكلة سبب، والسبب هم لاعبان الرائعان لا ثالث لهما، وهم كل من إيدر ميليتاو وتيبو كورتوا، الذين ذادا عن مرمى الريال وبكل بسالة وحرقوا حرث ونسل تشيلساويين. الأول طغى بحضوره العالي وسرعة بديهيته، والثاني كان كذلك أيضا. نتحدث عن حارس مرمى حاسم تصدى لعديد الأهداف المحققة، ليكن بذلك صاحب الكلمة العليا في لقاء الأمس. And to be honest، خسارة تشيلسي لم تأتي فقط بسبب تعلق هؤلاء الاثنان فحسب، بل لسبب آخر، ألا وهو الإنهاء التشيلساوي الرديء. كل المجهودات الجبارة التي تبذل في الخطوط الخلفية تنتهي عند المرمى. تسرع وارتباك ورهبة شديدة من لاعبين البلوز أمام مرمى الميرنجي. وفي دستور الريال إن لم تسجل ستعاقب على يد الفم حاجة، الذي دائما ما يظهر وينقذ الفريق. وسط اختفاء الفيني والبنزيم جاء رودريغو زوطبوط سجل هدفين كان وقعهم كالرمح الملتهب بنيران الأصدقاء وسط قلوب مناصري البلوز، لتأتي بذلك الخسارة القاسية المنكهة بطعم العلقم المرير. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول ألف مبروك للبلانكوس وهارلك لأصدقاء التشيلساويين. And yeah, that's it. Peace out.